صلى عليه الله ما ذكر اسمه عبد وكبر ربه وتشهد. ايها السادة الاكارم، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قرأ مولانا من سورة الكهف: وإن الله جل وعلا جعل هذه الآيات سببا في أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وليعلم أهل مكة بأن رسول الله موحى إليه من الله. فإن الله جل وعلا قال في هذه السورة: وإذ قال موسى لفتاه لأبرح. وكلمة أبرح يا سادة تأتي للدلالة على الزمان تارة، وتأتي للدلالة على المكان تارة. وإذ قال موسى لفتاه، وفتاه هنا هو يوشع بن نون. وإذ قال موسى ليوشع: لن أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. والحقب يا سادة جمع حقبة، والحقبة قيل أنها 90 عاما فانت، وقيل انها 70 عاما. فلو انك قلت اقل الجمع 3 فتضرب 3 في 70 يخرج ناتج 210، كأن موسى اراد ان يقول: لن اترك ولن ابرح ما اردت حتى ابلغ هذا المكان لاصل الى هذا الرجل لأتعلم منه، حتى أني لو قضيت 210 عاما. فكلمة لن أبرح تأتي هنا للدلالة على الزمان. وفي سورة يوسف عندما أخذ يوسف بنيامين واجتمع الإخوة فيما بينهم، فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم وليس أكبرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف؟ فقال لاوي: فلن أبرح الأرض. فأبرح هنا جاءت للدلالة على المكان، والمراد بالأرض هي أرض مصر. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. أما هنا تدل على الزمان. قال لفتاه: يلا بينا نروح لهذا المكان. ومناسبة هذا بأن موسى في يوم خطب في بني إسرائيل، ولما خطب فيهم أوصل إلى بني إسرائيل أنه لا علم ولا أعلم من موسى في هذه الدنيا. فأراد الله أن يبين له أنه وفوق كل ذي علم عليم. قال له: يا موسى، إن أردت أن تعلم بأن هناك من هو أعلم منك فاذهب إلى مجمع البحرين وستجد هناك رجل تعلم منه بأن هناك علم لم تصل إليه أنت بعد. لذلك يا سادة، إن الله سبحانه وتعالى كرم العلماء وجعلهم مع مرتبة الأنبياء، فقال بأن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من
ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، وطبعته بيد المعلم تارة صدئ الحديد وتارة مسقولا، ارسلت بالتوراة موسى هاديا وابن البتول فعلم الانجيلا، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيلا. قال له لن ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فسيدنا موسى عليه السلام اخذته سنة من النوم، فلما جاوز الطريق والمكان وهو مجمع البحرين قال ليوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فأجابه يوشع وقال له أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة، لما كنا جالسين عند الصخرة، أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال له ذلك ما كنا نبغ بهذا المكان اللي احنا ندور عليه. فارتد اي رجع على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا، وقال الله عبدا من عبادنا، وجعل الله لقبه عبد كما جعل رسول الله عبد في قوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا. وموسى انطلق كل هذا من اجل ان يتعلم. يا سادة لا تستكبر على العلم، ان العلم يرفع شأن امته وصاحبه ويرفع شأن مجتمعه. لذلك هرقل عظيم الروم لما ارسل رسالة الى معاوية بن ابي سفيان اراد ان يختبر المسلمين ويعلم بان هؤلاء سيكون لهم شأن الله، ارسل رسالة وكتب فيها هذا. صلوا على العدنان. قال اني ارسل هذه الرسالة الى خليفة المسلمين واريد الاجابة على هذه الاسئلة. ما هو الشيء الذي لا قبلة له؟ وما هو الشيء ونصف الشيء واللا شيء؟ وارسل قارورة وكتب على هذه القارورة ارسل لي فيها بذور كل شيء. فسيدنا معاوية بن ابي سفيان لما امسك بالرسالة ارتعدت اعصابه، وهو يعلم بان هرقل وان الروم يقرؤون ويعلمون، فلا يستطيع ان يرسل اليهم اي اجابة. فارسل الى حبر الامة عبد الله بن عباس، فامسك ابن عباس وكتب اما الذي لا قبلة له فهي الكعبة المشرفة، واما الشيء وهو الرجل صاحب العقل والعلم ويعمل بعقله وعلمه ويشاور اهل العقول والعلم. ونصف الشيء الرجل الذي لا علم له ولا عقل لكنه يشاور اهل العقول. اما لا شيء الرجل الذي ليس له عقل ولا علم ولا يشاور اصحاب العقول ولا اصحاب العلم. انه العلم يا سادة. وامسك بهذه القارورة ووضع فيها بعضا من الماء وكتب عليها فيها بذور كل شيء وجعلنا من الماء كل شيء حي. حبيبي كن محسنا فيما استطعت فربما تجد
اجزى عن الاحسان بالاحسان واعمل لجنات النعيم وطيبها فنعيمها يبقى وليس بفاني. ادم الصيام مع الصلاة تعبدا فكلاهما عملان مقبولان. قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم الا كنومة حائر والهاني. فلربما تأتيك المنية بغتة فتساق من فرش الى الاكفان. يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. ايماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنان. ويزيد بالتقوى وينقص بالردى وكلاهما في القلب يعتلجان. واذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية الى الطغيان فاستحي من نظر الاله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حقا ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني. يسقى بها السني أعزب شربة ويزاد كل مخالف فتان. والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني. ولا أعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن يا رب سترت معايبي ومسالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اغفر لفقيدنا ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اقدم واجب العزاء والمواساة الى اسرة الفقيد الراحل. انا عن نفسي دكتور ابراهيم القاضي والاستاذ ذهب خالد وشكر الله لكم سعيكم. واقول لكم في نهاية خطبتي اعلموا بان الدنيا ساعة فاجعلوها لله طاعة واعلموا بان النفس طماعة فعودوها القناعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم امين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هكذا علمنا رسول الله محمد. شاكرا للدكتور ابراهيم القاضي على هذه الكلمة الطيبة، شاكرا له والى حضراتكم جميعا باسم عموم اسر وعائلات الشحات قاطبة، وعنهم ابناء الفقيد الراحل باسم المعلم الشحات علي صبري، وباسم المعلم احمد علي صبري، وباسم الاخ الحبيب ورمز الادب وصاحب الواجب وزهرة العائلة المعلم جمعة علي صبري. الله اسأل ان يربط على قلوبهم وان يجرهم في مصابهم وان يصبرهم على ما اصابهم باسمهم وباسم عمومتهم وابناء عمومتهم الاقربين.
باسم المعلم محمد صدري الشحات، والمعلم جمعة صدري الشحات، وباسم المعلم محمد جمعة الشحات المعلم صدري محمد صدري الشحات، باسم أسرة المرحوم الحاج عبد الله العوبي، باسم الحاج اسماعيل العوبي، الحاج انور محمد الانور، باسم الحاج امير امر الله زغلول شهبة، وجميع اسر وعائلات العوبي وعائلات الحوفي وعائلات ابو ريحان وعائلات ابو شهبة بالحبش وعائلات آل عبد المعطي والمغربي بكفور نجم، وجميع اسر وعائلات عزبة نخلة والقرى المجاورة، فالمصيبة للجميع والكل يد واحدة والكل صاحب عزاء. باسمهم اتقدم باسمى ايات الشكر والتقدير والاحترام الى كل من جاء يقدم خالص العزاء في هذا اللقاء. سائلي المولى سبحانه ان يغفر للفقيد الراحل الحاج علي صدري رحمة الله عليه. الله اسأل ان يجافي الغرب عن جنبيه وان يكون معه لا عليه، هو ولي ذلك والقادر عليه. الشكر موصول لفريق العمل القائم على هذه الليلة، هندسة صوتية، الهندسة الصوتية الناطقة باسم القرآن الكريم وقيادة اولاد المرحوم الحج العربي ابو حسين بعزب الجاد. مخازن الفراشة الكبرى، ده مخازن فراشة الحاج محسن الهباب والمقيم بغربية. لؤلؤة الكهرباء ومحطات الديزل المتنقلة عبر محافظات مصر، قيادة المهندس ثروت الفنجري والمقيم بمدينة هيهية. قد قام واجب الضيافة إدارة المتر وائل صالح بالإبراهيمية، وانتظر التلاوات بواسطة مخرج الليلة المهندس محمد شعبان بالإبراهيمية، والليلة تحت إشراف المنسق العام لهذا اللقاء والمشرف على نجاح هذه الليلة الحاج إبراهيم أبو النور وأولاده والمقيمين بالأحراز. الجمع الطيب الكريم، ونحن في هذا اللقاء القرآني وليلة تكريم وليلة وداع رجل من خيرة الرجال عاش الحياة بحلوها ومرها، بسعادتها ومنغصاتها، عاش بين الناس بحسن خلقه وسمعته الطيبة، كان رحمة الله عليه طيب القلب بشوش الوجه. حزن الجميع على فراقه وفرحت السماء للقائه. رحل عنا في هذا اليوم الطيب المبارك، وعلمنا وبشرنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قائلا: من مات يوم الجمعة وليلتها عوفي من عذاب القبر. فهذه هي إرادة الله في خلقه، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. تعددت الأسباب لكن الموت واحد، فسبحان من كتب على خلقه بالفناء وانفرد نفسه بالوحدانية والبقاء. فهو القائل: وعزتي وجلالي ما ترددت في شيء أنا فاعله إلا عند قبض روح عبد المؤمن، وما أنا بظلام للعبيد. فهذه هي الدنيا، وها هي نهاية كل إنسان. فالدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست، وإذا أينعت نعت. وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. فمن عاش مات، ومن مات فات، وهيهات هيهات أن يعود ما فات. ما لي أرى الناس يذهبون
الى المقابر ولا يرجعون. أرضوا بالمقام فقاموا أم تركوا هناك فناموا. إن لله دينا أرسل له رسولا، طوبى لمن آمن به فهداه وويل لمن خالفه وعصاه. الجمع الطيب الكريم علمنا رسول الله محمد والبخيل من لم يصلي عليه قائلا خير الناس من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. نسعد وإياكم ونعيش في رحاب آيات بينات يتلوها علينا علم من أعلام التلاوة، وقارئ تربى على مائدة القرآن الكريم منذ نعومة أظافره، فأصبح قارئا له وضعه ومكانته بين القراء. ما من بلدة نزل بها إلا وترك بصمة فيها من دقة أحكامه وعزوبة آدائه وروعة جمال صوته. العلم القرآني الكبير والعلم الإذاعي الشهير القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر. الحق أسأل أن يتجلى عليه رب العالمين وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل، فليتفضل مشكورا.